5 سنين من حياتي، 5 سنين من الانتظار والحلم والتخطيط، وفي لحظة واحدة انكشف كل شيء. قبل زواجنا ب3 أشهر فقط اكتشفت أنه يخونني، مو مع غريبة، مع شخص أعرفه. اسمي سارة، كنت مخطوبة ل5 سنين. خطيبي فهد كان حلمي الكامل، طيب، محترم، يحبني على ما كنت أظن. كنا نخطط لكل شيء مع بعض، البيت، الأثاث، حتى أسماء أطفالنا. أهلي أحبوه، أهله أحبوني، كل شيء كان مثالياً، أو هكذا بدأ لي. بدأت ألاحظ تغييرات صغيرة، يتأخر في الرد على رسائلي، يخرج بحجج ما كانت موجودة قبل، يشيل جواله معه حتى للحمام. قلت لنفسي الضغط والشغل، قلت الزواج قرب وهو مشغول، بس إحساس جواني كان يقول غير كذا. يوم طلبت منه نروح نختار دبلة الزواج اعتذر، قال عنده اجتماع، وأنا من بعيد شفته في المول مع غيري. رجعت البيت وأنا أرتجف، جلست وأنا أحاول أفهم إيش شفت. قلت ربما غلط، ربما ما هو، بس قلبي كان يعرف. في الليل أرسلت له رسالة، كنت في المول اليوم شفتك. صمت لساعة كاملة، ثم كتب كنت مع أحد من الشغل. كذبة واضحة، بس ما قلت شيئا، وبدأت أتحرى. بعد أسبوع طلبت من صديقتي تساعدني، أرسلنا له رسالة من رقم ثاني، وخلال دقائق رد بكلام ما قالوا لي من أشهر، وطلب يقابلها. جلست وأنا أشوف الرسائل، يدي ارتجفت على الشاشة. 5 سنين وهو كذا؟ واجهته، قلت له كل شيء بهدوء، ما صرحت، ما بكيت أمامه. وقف صامتاً، ثم قال جملة واحدة غيرت كل شيء: أنا ما كنت جاهز للزواج، بس ما عرفت كيف أقول لك. 5 سنين وما عرف يقول. 5 سنين وكان يكمل معي بالكذب. اللي كسرني مو الخيانة، اللي كسرني إن أهله كانوا يعرفون وما قال لي أحد منهم شيئاً. فسخت الخطبة في نفس اليوم. الناس قالوا بعد 5 سنين خسارة، قلت لهم الخسارة الحقيقية إني أكمل مع شخص خانني. رجعت كل هداياه، مسحت كل صوره، وبدأت من الصفر. كان صعباً، بس كان الصح، لأني تعلمت إن الشخص اللي يخونك قبل الزواج ما رح يتغير بعده. لو كنتوا مكاني بعد 5 سنين وقبل زواجنا ب3 أشهر، تكملون ولا تنهون كل شيء؟ قولوا رأيكم في الكومنت، والجزء الثاني فيه إيش صار بعدين. اشتركوا عشان ما يفوتكم.